رجعنا لكم مرة تانية وفقرة ناس كتيرة قوي من مشاهدينا بيستنوها في مصر والوطن العربي كله، الأبراج والحديث عن الأبراج. والنهارده هنتكلم عن برج الجدي، ما دام قلنا أبراج وحاجات كده يبقى أكيد معانا النهارده هالة عمر الناشرة وخبيرة الأبراج. هالة ازيك يا شريف؟ أنت بتوحشيني قوي. وانت كمان. ميري كريسمس. ميري كريسمس وهابي نيو يير. ايه الديكور الجميل ده؟ مولد النبي وكل بصي ان شاء الله يا رب دايما حياتنا تبقى اعياد في اعياد. شجرة ساعة مع شريف. ايوه الشجرة الوحيدة في العالم مش في مصر في العالم اللي عليها ديكوريشن بتاعت مولد النبي. طبعا مش انت اللي يا قروب. يا قروب صح. ما اصل العيدين جايين مع بعض. صحيح. فكان لازم اعمل كده. مفيش في العالم زينا. لا زي النهارده مدام امال كانت عامله للعروسه الفستان بتاعها شجره كريسماس ومن فوق عروسه. انا مبهوره بافكارها. لا انت تنبهري بالمصريين طبعا ان احنا مختلفين وهنفضل مختلفين. بس اللي عايز اللي مش عايز لا خليه قاعد في بيته. اللي مستني حد يقول له حاجه خليه قاعد جوه الصندوق وقافل على نفسه بالايه؟ بالضبه والمفتاح. بالضبه والمفتاح. انت هتكوني معانا في اول حلقه الاسبوع الجاي، اول حلقه في السنه ان شاء الله، هتخصينا بمعلومات عن الابراج ال 12 برج. طبعا الناس بتقعد ده هو هيكون يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله واحد. ناس كتير قوي بتقعد مستنيه لك الحلقه دي من السنه للسنه وانت عارفه طبعا الاسباب. الحاجه الثانيه النهارده هقعد ساكت عشان الاسبوع اللي فات اخدنا تليفونات على الهواء، واحده دخلت قالت لي انت قعدت في حلقه برج العقرب تضحك ما فهمناش حاجه واحنا زعلانين، فلما هلا تيجي اسكت. فانا هسكت يا حبيبي. لا اتكلم، هنقول كل حاجه بسرعه. ضيعي وضيفه مع نفسك اهو وما تضحكنيش. ده انت الوحيده اللي بتلغيني وبتخليني اطلع حاجات كده جديده يعني ما ينفعش يعني. لا بس مش هنتطرق في المواضيع اللي احنا بنتطرق ليها، فخلينا دلوقتي احنا نجيبك مره نتطرق ومره ما نتطرقش. ايوه صح، هو كده نتكلم كده في حاجات تانية. يلا طيب احنا النهارده نتكلم على برج الجدي. هو طبعا الايام دي عيد ميلاده. اصحاب برج الجدي من مواليد 22/12 ل 20/1. هو طبعا عنصره تراب، كوكبه الحاكم كوكب زحل، وده بيفسر ليه هو ملتزم وليه هو متحفظ. دول ما بيغلطوش. وليه هو بيعمل كل حاجه صح وما ما عندوش مساحه للفن، يعني ما بيقتنعش بيها وبيشوفها هايفه وبيستهيف الناس شويه اللي بيبقوا منطلقين حتى لو من جواه نفسه بس ما بيعرفش. ودي النصيحه اللي لازم نقوله عليها يعني. بس في الاخر لما نقول شخصيته، كوكب المهنه الزهره، وكوكب الحب القمر، وكوكب المال الاورانوس، وكوكب التواصل الاجتماعي نبتون، وكوكب الصحه والعمل عطارد، وكوكب البيت والحياه العائليه المريخ، وكوكب الروحانيات المشتري. الوانه الاسود والموف الغامق. الوان اللي تدعم الحب والحياه الاجتماعيه الفضه. الالوان تدعم المكاسب الماليه الازرق لون البحر. الحجر الزفاير الاسود. المعدن الرصاص، لو تلاحظ كله احنا في جريهات واسودات. الروائح المدعمه لموده ونفسيته، هتستغرب جدا رائحه الصنوبر ورائحه الزرع المبلول ورائحه الرمان. بحبهم قوي. وفي حاجه اسمها زهره البسله. ما اعرفش برضه، انا ما شميتهاش، بس عارفه الروائح الاخرى دي من غير ما يخلي باله بيحس ان هو انا مبسوط. بتبسطه قوي نفسيا. صفات بيحتاجها للتوازن طبعا. لازم يتعلم شويه تلقائيه لانه طول النهار بيحسب اداؤه، ويدي شويه وورمث دفء. الروح المرحه، هو على فكره عنده روح مرحه لكنه ما بيظهرهاش غير لما ياخد مسافه كبيره جدا ليأمن لمن حوله. هو حذر جدا، فمش من السهل ياخد على الناس تاخد عليه بسرعه، واحيانا بيتهم ان هو رخم وبارد ومش عارف مش كده، بس ادوله فرصه شويه. هما نمبر 1 يعني، هما رمز الطموح، رمز النجاح، رمز الثراء. هما دول، او لانه دول هو بالنسبه له بيمثلوا الامان، لانه دايما بيبحث على الامان وبيبحث على الباور، القوه. وهو مش من نوع، مش زي الاسد نفس القصه، بس الاسد عايز يبقى الملك يعني، يقعد بقى ويرحرح بقى ويؤمر التاني ده لازم يبقى رئيس وزراء اللي هو تنفيذي جدا واداري رائع.
في بيته حتى في اولاده هو برضو سيستماتيك كده، كل حاجه منظمه وكل حاجه ظريفه. فالبنت اللي بتحب حد او اللي عايز تتجوز حد برج الجدي لازم تبقى فاهمه ان هو مش هيأمن بسرعه ومش هيشاركها افكاره بسرعه، تديله فرصه. وبرده مش هيعمل حركات اللي هي الرومانسيه العبيطه، لكن هو هيفعل كل ما يثبت حبه. اوكي. فده عشان خاطر تبقى عارفه. وكذلك البنت برج الجدي هي مشكلتها انها فعلا بتحبس مشاعرها، بتخاف حد يجرحها، بتخاف، عندها شموخها ده نمره واحد قوي. بيتصوروا ان الحب والعواطف بيضعف الانسان او يخلي حد، يخليهم يعني يفقدوا جزء فيهم، فقدوا شيء من سحرهم يعني. لكن الحقيقه لا. طبعا احنا عارفين ان هو عنده في برجه في بيته الاول كوكب بلوتو، وبلوتو ده قلنا كوكب الموت والحياه واعاده الحياه والسكس، يمثل فلسفيا زوايا الحياه كلها، لا تتمثل في العيشه والموت والجنس عشان إعادة الناس تتكاثر، وإعادة الحياة اللي هي الرينيوفيشن، اللي هي ما ينفعش ممكن حد يعيا ويخلص خالص ويروح قايم يبتدي حياته من أول وجديد. ممكن واحد يفشل ويبتدي يبقى على البلاطة ويبتدي تاني فروم زيرو. ممكن واحد يحصل ربنا ينور بصيرته فيختلف من شخصية بايظة إلى شخصية متدينة ومحترمة وهكذا. فكوكب بلوتو ده زي ما اتفقنا من اقوى الكواكب، وده اللي مأثر عالميا لوجوده في برج الجدي في الصراعات الدينيه والفلسفيه. ده لغايه 2018؟ لا ده احنا مطولين. ده بيقعد من ابطأ برج وابعد ابطأ كوكب وابعد كوكب، وده بيقعد من 15 ل 30 سنه. اللي هيغير لنا الحاله دي كوكب اورانوس، هو اللي هيمشي 2018. فاحنا ما زلنا في المواجهه دي بين الاثنين. فيجي في النص من الكواكب السيارة اللي هي ما بين دول الكوار دول ما بين الشمس والكون، لكن ما بين الأرض والشمس في كواكب سيارة. فيجي في النص بقى القمر، وبعدين العطارد يروح عامل مربع. اما يحصل مربع بين الأربعة دول يحصل أكشن على الكرة الأرضية مش ظريف. زي اللي حصل من كام سنة كده. ولسه كان حاصل من شهر لما حصل الإرهاب في باريس، وأول كان مربع؟ كان اخر مربع. وقبليها كان في موضوع الطقس، المياه، مش انا قلت لك المياه عاليه قوي لان نبتون كوكب المحيطات في بيته في الحوت. ما زلنا في الحاله دي وسنظل، لان هو ده كمان بيقعد فتره طويله قوي. ونبتون بتاع الصراع الديني ده قعد قلت بيقعد 30 سنه. بقاله كام سنه في الحته دي؟ دخل من 2008 في الجدي. بس بقى بيتفاعل كل ما يبقى فيه حاجات اخرى فيعمل انجل. لكن احنا الحمد لله، انا عايزه كل الناس يعني لو قلنا بما فيهم برج الجدي، هو عنده في البيت الرابع كان كوكب نعد واحد اورانوس اللي هو في الحمل. كوكب اورانوس ده في بيت الاسره عنده، وعشان كده في بيت جديد وفي نقل وفي ناس بتتجوز وفي ناس بتسافر وفي عدم استقرار في بيت الاسره. ان شاء الله يكون عدم استقرار خير يعني، لان اورانوس موجود. ففي تغيرات، في المستوى الاجتماعي، وفي تغيرات في احلى وفي اوحش، يعني كله حسب كل واحد ونصيبه بقى وشغله. لكن طبعا بدم بنتكلم على الجدي، فانا ما بشوفش جدي فاشل، ما بشوفش جدي يائس. هو بس محتاج حتى انا السنه اللي فاتت لما قلنا في 2015 في اولها في اورانوس ان هو عنده كوكب نبتون في بيته الثالث، وده بيت العلاقات والعمل اليومي. فهيبتدي يدخل في مرحله تدين وتعامل بشكل انساني وعاطفي اكتر، هيظهر مشاعره اكتر، وده هيبقى زياده لان لسه نبتون في نفس المكان، وده اللي هيعمله الاستقرار النفسي. يعني هو كله ما يحتاج، كل اللي بيحتاجه رغم ان هو بيظهر قوه يعني الاحساس. سوري انا عندي برده وانا كمان. فده كل اللي بيحتاجه، بس ان هو يبقى فيه دفعه نفسيه تخليه يظهر مشاعره بامان. وكل ما بيقوى وبينجح بيحصل له الاحساس ده. الطلبه بتوع اصحاب برج الجدي عندهم الكواكب شكلها حلو قوي في ان هم يخليهم يتفوقوا كويس قوي ويذاكروا كويس قوي.
ما عندهمش في الصحه الحمد لله. شكل الكواكب كان في مجال ان اصحاب برج الجدي حد فيهم يعمل عمليه ومستمره، وممكن تكون اتعملت، ما فيش عمليه عاديه يعني، ممكن تبقى عمليه تجميل الله اعلم يعني، ما فيهاش بالنسبه للستات يعني. فطبعا الصفات اللي لازم يتخلى عنها التشاؤم والاكتئاب. هو دايما من كتر ما هو لا يقبل فكره الفشل بيحط احتمالات كتيره جدا في اسوأها، حتى انه يظهر افرض انت متشائم قوي يا اخي، لكن هو لازم يحسب كل حاجه، ما بيعملش حاجه سبونتينيوسلي كده من غير تلقائيا خالص. بالعكس ده احنا ساعات حتى بننصحهم يا جماعه خليكم ادوا روحكم شويه تلقائيه عشان تبقوا اسعد، او يعني تفيل ادفنشر يعني، تبقى اظرف، مش كل حاجه بالورقه والقلم. طبعا احيانا بيبقى بخيل، اوكي، بيتهم بالبخل، بس هو كل مشكلته انه لازم يوصل في سن معين يأمن انه لازم يبقى اسمه غني، يبقى عنده مرتاح ماليا، مش محتاج حد. عندئذ نقدر نحكم. قبل كده هو في حاله تجميع ماله عشان يوصل لمرحله الامان. طبعا اكتر الابراج توافقا الترابي اللي زيه الثور والعذراء، الابراج اللي لا تتوافق في ان هما يرتبطوا مع بعض يعني الحمل والسرطان، ولكن الحمل بيدعمه عاطفيا، يعني يديله دعم نفسي عاطفي حلو. والسرطان ينفع ان هو يتجوز كويس قوي لو التاني، لو السرطان الاسندس البرج الصاعد بتاعه ترابي، لان ده هيقلل انفعالاته فمش هيوتر الجدي، لكن هيسمع الكلام لانه في شيء من الديكتاتوريه اصحاب الجدي. طبعا اقوى الابراج داعمه ماليا الدلو، داعمه عاطفيا الحمل، داعمه مهنيا الميزان. المشاريع افضل الابراج الداعمه للمشاريع الابداعيه الثور، وللمرح والتسليه برضو الثور، واضح ان الثور صديقه في كل شيء. الابراج الداعمه للامور الروحانيه العذراء والقوس، وافضل الايام السبت. طبعا طبعا يا شريف عايزه اقول حاجه مهمه قوي، علشان الناس دلوقتي بقت ابتدت تفهم الحمد لله حاجات كتيره في علم الابراج كعلم يعني، ما هواش تنجيم، وما هوناش بنقول بيقولوا ايه البخت والكلام ده. انا عايزه اقول للناس كلها ان احنا كلنا ربنا خلقنا من تراب، فالتراب فيه كل انواع المعادن، في الالماس والفضه والحديد والصفيح والالومنيوم والحاجات اللي هي ملهاش معنى ملهاش طعم. فاذا احنا فينا كل الصفات الحلوه والوحشه، وكل برج فيه بقدر مكان برجه فيه حاجات مميزات مميزه وعيوب برضه. التربيه هي اللي بتفرق اهم حاجه مهما كان، عشان كتير قوي بيبعتوا لي على التوافق، غير ان احنا بنعمل البرج الصاعد. انا بشيل على مسؤوليتي فكره ان تبقى واحده مخطوبه واقول لها حلو او وحش، انا بقول لها الصفات وهي تختار. بس قبل ما تختار ارجو انها تركز على الامهات، يركزوا في التربيه، وده واضح حتى في المجتمع بتاعنا، عشان احنا نسينا قوي الموضوع ده. مفيش تربيه اصلا، مفيش تربيه للاسف الشديد، مفيش حتى سلوكيات الانسانيه يعني. لازم الحاجات دي كلها اسايد في برج يبقى عنده الاستعداد يبقى محترم، وفي برج هيعافر شويه، بس لو ربنا العيال صح هيطلعوا محترمين قوي، هيطلعوا اسوياء نفسيا. لان لما الشخص ده افرض ده نفسيا رهيف قوي او ضعيف وتعامل بعنف، هيطلع معقد وهيبقى عنده مشاكل نفسيه، مش هيبقى سعيد ولا هيعرف يسعد حد. فكل اللي انا بتمناه كويس يعني، هنتك جدا على الحته دي في الصفات اللي لازم نقومها. بلس كمان ان للي بيتجوزوا عايزين يعملوا توافق، بصوا على الاخلاق، اهم حاجه الاخلاق والتربيه. اوكي طيب. وكل سنه وانتم طيبين، وميعادنا لسه جاي. انت خلصتي؟ انا عايزاك بقى تقولي حاجه يعني، لغيني بقى. لا شويه ريقنش ما انا قلت اسكت. انا كمان لا مش قوي كده، وانت يا تخ يا تكسر مخه. يا ايش؟ يا تخ يا تكسر مخه، ده مثل صعيدي قوي قوي. يا تخ يا تكسر مخه. ايوه يا ويل. بص نرجع لكم مع هلا عمر، خليكم على نفس اللحظه. البتاع بينور. رجعنا لكم مره ثانيه، ومره ثانيه بنرحب بهلا عمر اللي مشرفنا منورانا. عايزين نكمل شويه عن برج الجدي. نتكلم بقى على امراه برج الجدي.
هما الاثنين بيتفقوا طبعا. مشكله في التحفظ، بس دايما هنقول مثلا بنت في برج الجدي، فممكن تبقى مثلا عندها مشاعر كتيره مرتبكه، عايزه تسال، عايزه حاجه تتكسف، حتى تتكسف من مامتها. فاحنا بنحاول نقول لامهات اللي هم البنات بتوع اصحاب برج الجدي، لازم بنات الجدي يعني لازم يعني مامتها تصاحبها بالقدر اللي يخليها تقول، عشان هتفضل كاتمه. وده في حد ذاته بيعمل ضغط عصبي جامد جدا على اي بني ادم. هما ما بيقولوش بالمشاعر، حتى ما بتقدرش حتى تقول كبنوته، يعني حتى على سبيل التهريج. اي حوار مع صاحباتها على طول متحفظه جدا. والا طبعا احنا كل ده بنتكلم على برج الجدي، البرج الصاعد الجدي. هنقول مثلا، خلينا نقول برج الجدي البرج الصاعد المائي، هتبقى اكثر خجلا في الاول. البرج الصاعد الناري الحمل مثلا لا، هيقلل جدا. طبعا انت عارف الحمل مندفع واللي في قلبه على لسانه وبيقول اللي هو عايزه، بالعكس ده هيعمل له كنترول جدا لاندفاعاته. هم متحفزين جدا وباخدوا وقت في اخذ القرار، وبيوترهم القرار لانه بيدرسوه جدا، فبيحصل لهم حاله تشنج جامد قوي، ما بياخدوش الامور ببساطه يعني. فكل اللي احنا نقدر نقول لهم عليه، طبعا هم شايفين بيوصلوا لمرحله ما هم مقتنعين بنفسهم حاسين بقوه دماغهم، ان كل الناس احيانا يعني في منهم بيوصل لمرحله انهم بيبصوا على الناس ان هم اهيف منهم، او تافهين، او مش شاطرين. هو ده العيب اللي لازم يخلوا بالهم فيه لو الامهات ما ربتش عيالها الجدي صح. يوصل لهم حاله غرور وحاله ديكتاتوريه، وكل الناس بتبص لهم من فوق، دول قد عقلهم، كبروا دماغهم بمنطق اللي شايل المسؤوليه المتحفظ اللي وهم ليهم بوينت اوف فيو، لان هم بيخططوا صح، بيعملوا استراتيجيات صح، من حقهم برضه. بس مش لدرجه ان هم يحتقروا الاخرين، لان هو له دور استراتيجي، لكن بقيه العناصر اللي هي بقيه الكواكب ليها دور برضه في الحياه مطلوب، بس هو مش شايف. اوكي طيب احكي لي كده، واحنا خلصنا كده برج الجدي، اعتقد احكي لي الحلقه الجايه اللي هي مجمعه من دلوقتي عشان نقعد الناس على كده نار. اديني كده نبذات عن الحال في 2016، حال الابراج. والله انا عايزاهم يتفائلوا. طبعا احنا لسه عندنا نفس الاكاشن على مستوى العالم، الكواكب الكبيره لسه في مكانها، فمنطقي هيحصل تغيير فيها بسيط، هينعكس حلو على البشريه وهيحصل مفاجآت كالعاده، وهيحصل كل واحد ماشي غلط هيتفضح وهيتفقس. هنتخض برضو، فاكر يا خبر يا نهار ابيض معقوله؟ نفس الكلام على المستوى الابراج الشخصيه، كل الابراج احسن من السنه دي بجد. يعني احنا في مرحله، خصوصا كمان في النص الثاني من السنه. طب مش هحرق لك بقى كلامك اللي هتقوليه الاسبوع بس طبعا في كل برج عنده كالعاده يعني، ما طبعًا. هي طبعا اتس نيفر بيرفكت طبعا. انتظروا ان شاء الله هلا عمر معايا الجمعه الجايه في لقاء خاص جدا، هنتكلم عن ال 12 برج في اول يوم في السنه. بشكرك. ثانك يو يا شريف، وبارك كريسماس وكل مولد وانت طيب وسنه حلوه، وان شاء الله كلنا نبقى سعداء وبلدنا تبقى حلوه وامان وفله. اشكرك. هيشتغلوا ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي ليك يا حبيبي، وانت طيب. خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم ويورياج كلينيك، والنهارده بتشرفنا وتنورنا استاذه الدكتوره منى العقبي، استاذ الامراض الجلديه والتجميل بجامعه عين شمس. خليكم معانا لو سمحتوا. والحاجات اللي هي ملهاش معنى ملهاش طعم، فاذا احنا فينا كل الصفات الحلوه والوحشه، وكل برج فيه بقدر مكان برجه فيه حاجات مميزات مميزه وعيوب برضه. التربيه هي اللي بتفرق. اهم حاجه مهما كان، عشان كتير قوي بيبعتوا لي على التوافق، غير ان احنا بنعمل البرج الصاعد، انا بشيل على مسؤوليتي فكره ان تبقى واحده مخطوبه اقول لها حلو او وحش، انا بقول لها الصفات
وهي تختار. بس قبل ما تختار ارجو انها تركز على الامهات، يركزوا في التربيه، وده واضح حتى في المجتمع بتاعنا عشان احنا نسينا قوي الموضوع ده. مفيش تربيه اصلا، مفيش تربيه للاسف الشديد، مفيش حتى سلوكيات الانسانيه. يعني لازم الحاجات دي كلها اسايد في برج يبقى عنده الاستعداد يبقى محترم، وفي برج هيعافر شويه، بس لو ربنا العيال صح هيطلعوا محترمين قوي، هيطلعوا اسوياء نفسيا. لان لما الشخص ده افرض ده نفسيا رهيف قوي او ضعيف وتعامل بعنف، هيطلع معقد وهيبقى عنده مشاكل نفسيه، مش هيبقى سعيد ولا هيعرف يسعد حد. فكل اللي انا بتمناه كويس، يعني هنتك جدا على الحته دي في الصفات اللي لازم نقومها. بلس كمان ان للي بيتجوزوا عايزين يعملوا توافق، بصوا على الاخلاق، اهم حاجه الاخلاق والتربيه. اوكي طيب. وكل سنه وانتم طيبين، وميعادنا لسه جاي. انت خلصتي؟ انا عايزاك بقى تقولي حاجه، يعني لغيني بقى. اوكي ريقنش. وانا قلت اسكت. انا كمان لا مش قوي كده، وانت يا تخ يا تكسر مخه. يا ايش؟ يا تخ يا تكسر مخه، ده مثل صعيدي قوي قوي. يا تخ يا تكسر مخه. ايوه يا ولد. بص نرجع لكم مع هالة عمر، خليكم معانا لو سمحتوا. البتاع بينور. رجعنا لكم مرة ثانية، ومرة ثانية بنرحب بهالة عمر اللي مشرفينا ومنورانا. عايزين نكمل شوية عن برج الجدي. نتكلم بقى على امرأة برج الجدي. هما الاثنين بيتفقوا طبعا مشكلة في التحفظ، بس دايما هنقول مثلا بنت في برج الجدي، فممكن تبقى مثلا عندها مشاعر كتيرة مرتبكة، عايزة تسأل، عايزة حاجة تتكسف، حتى تتكسف من مامتها. فاحنا بنحاول نقول لأمهات اللي هم البنات بتوع أصحاب برج الجدي لازم بنات الجدي يعني لازم يعني مامتها تصاحبها بالقدر اللي يخليها تقول، عشان هتفضل كاتمة. وده في حد ذاته بيعمل ضغط عصبي جامد جدا على اي بني ادم. هما ما بيقولوش بالمشاعر، حتى ما بتقدرش حتى تقول كبنوته، يعني حتى على سبيل التهريج اي حوار مع صاحباتها على طول متحفظه جدا. والا طبعا احنا كل ده بنتكلم على برج الجدي، البرج الصاعد الجدي. هنقول مثلا خلينا نقول برج الجدي البرج الصاعد المائي، هتبقى اكثر. رجعنا لكم مرة تانية، وفقرة ناس كتيرة قوي من مشاهدينا بيستنوها في مصر والوطن العربي كله، الأبراج والحديث عن الأبراج. والنهارده هنتكلم عن برج الجدي، ما دام قلنا أبراج وحاجات كده يبقى أكيد معانا النهارده هالة عمر الناشرة وخبيرة الأبراج. هالة ازيك يا شريف؟ انت بتوحشيني قوي. وانت كمان. ميري كريسمس. ميري كريسمس وهابي نيو يير. ايه الديكور الجميل ده؟ مولد النبي وكل. بصي ان شاء الله يا رب دايما حياتنا تبقى اعياد في اعياد. شجرة ساعة مع شريف. ايوه. الشجرة الوحيدة في العالم مش في مصر في العالم اللي عليها ديكوريشن بتاعت مولد النبي. طبعا مش انت اللي يا قروب. يا قروب. صح. ما اصل العيدين جايين مع بعض. صحيح. فكان لازم اعمل كده. مفيش في العالم زينا. لا زي النهارده مدام امال كانت عامله للعروسه الفستان بتاعها شجره كريسماس، ومن فوق عروسه. انا مبهوره بافكارها. لا انت تنبهري بالمصريين طبعا، ان احنا مختلفين وهنفضل مختلفين. بس اللي عايز اللي مش عايز لا خليه قاعد في بيته. اللي مستني حد يقول له حاجه خليه قاعد جوه الصندوق وقافل على نفسه بالايه؟ بالضبه والمفتاح. بالضبه والمفتاح. انت هتكوني معانا في اول حلقه الاسبوع الجاي، اول حلقه في السنه ان شاء الله، هتخصينا بمعلومات عن الابراج ال 12 برج. طبعا الناس بتقعد. ده هو هيكون يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. واحد. ناس كتير قوي بتقعد مستنيه لك الحلقه دي من السنه للسنه، وانت عارفه طبعا الاسباب. الحاجه الثانيه النهارده هقعد ساكت عشان الاسبوع اللي فات اخدنا تليفونات على الهوا، واحده دخلت قالت لي انت قعدت في حلقه برج العقرب تضحك ما فهمناش حاجه واحنا زعلانين، فلما هلا تيجي اسكت. فانا هسكت. يا حبيبي لا اتكلم، هنقول كل حاجه بسرعه. ضيعي وضيفه مع نفسك اهو. وما تضحكنيش. ده انت الوحيده اللي بتلغيني وبتخليني اطلع حاجات كده جديده، يعني ما ينفعش يعني. لا بس مش هنتطرق في المواضيع اللي احنا بنتطرق ليها، فخلينا دلوقتي احنا نجيبك مره نتطرق ومره ما نتطرقش. ايوه صح، هو كده نتكلم كده في حاجات تانية. يلا. طيب احنا النهارده هنتكلم على برج الجدي. هو طبعا الايام دي عيد ميلاده اصحاب برج الجدي من مواليد 22/12 ل 20/1.
هو طبعا عنصره تراب، كوكبه الحاكم كوكب زحل، وده بيفسر ليه هو ملتزم وليه هو متحفظ دول ما بيغلطوش وليه هو بيعمل كل حاجة صح، وما بي ما عندوش مساحة للفن، يعني ما بيقتنعش بيها وبيشوفها هايفة، وبيستهيف الناس شوية اللي بيبقوا منطلقين حتى لو من جواه نفسه بس ما بيعرفش. ودي النصيحة اللي لازم نقوله عليها يعني، بس في الآخر لما نقول شخصيته: كوكب المهنة الزهرة، وكوكب الحب القمر، وكوكب المال أورانوس، وكوكب التواصل الاجتماعي نبتون، وكوكب الصحة والعمل عطارد، وكوكب البيت والحياة العائلية المريخ، وكوكب الروحانيات المشتري. ألوانه الأسود والموف، الحياة اللي هي الرينوفيشن، اللي هي ما ينفعش ممكن حد يعيا ويخلص خالص ويروح قايم يبتدي حياته من اول وجديد، ممكن واحد يفشل ويبتدي يبقى على البلاطه ويبتدي تاني فروم زيرو، ممكن واحد يحصل ربنا ينور بصيرته فيختلف من شخصيه بايظه الى شخصيه متدينه ومحترمه وهكذا. فكوكب بلوتو ده زي ما اتفقنا من اقوى الكواكب، وده اللي مأثر عالميا لوجوده في برج الجدي في الصراعات الدينيه والفلسفيه. ده لغايه 2018؟ لا ده احنا مطولين، ده بيقعد من اطول ابطا برج وابعد ابطا كوكب وابعد كوكب، وده بيقعد من 15 ل 30 سنه. اللي هيغير لنا الحاله دي كوكب اورانوس، هو اللي هيمشي 2018. فاحنا ما زلنا في المواجهه دي بين الاثنين، فيجي في النص من الكواكب السياره اللي هي ما بين دول الكوار دول ما بين الشمس والكون، لكن ما بين الارض والشمس في كواكب سياره، فيجي في النص بقى القمر وبعدين العطارد يروح عامل مربع. اما يحصل مربع بين الاربعه دول يحصل اكشن على الكره الارضيه مش ظريف. زي اللي حصل من كام سنه كده. ولسه كان حاصل من شهر لما حصل الارهاب في باريس، واول كان مربع كان اخر مربع، وقبليها كان في موضوع الطقس المياه، مش انا قلت لك المياه عاليه قوي لان نبتون كوكب المحيطات في بيته في الحوت. ما زلنا في الحاله دي وسنظل، لان هو ده كمان بيقعد فتره طويله قوي. ونبتون بتاع الصراع الديني ده قعد قلت بيقعد 30 سنه، بقاله كام سنه في الحته دي؟ دخل من 2008 في الجدي. بس بقى بيتفاعل كل ما يبقى فيه حاجات اخرى فيعمل انجل. لكن احنا الحمد لله، انا عايزه كل الناس يعني لو قلنا بما فيهم برج الجدي، هو عنده في البيت الرابع كان كوكب نعد واحد اورانوس اللي هو في الحمل. كوكب اورانوس ده في بيت الاسره عنده، وعشان كده في بيت جديد وفي نقل وفي ناس بتتجوز وفي ناس بتسافر وفي عدم استقرار في بيت الاسره. ان شاء الله يكون عدم استقرار خير يعني، لان اورانوس موجود. ففي تغيرات في المستوى الاجتماعي، وفي تغيرات في احلى وفي اوحش، يعني كله حسب كل واحد ونصيبه بقى وشغله. لكن طبعا بدم بنتكلم على الجدي، فانا ما بشوفش جدي فاشل، ما بشوفش جدي يائس. هو بس محتاج حتى انا السنه اللي فاتت لما قلنا في 2015 في اولها في اورانوس ان هو عنده كوكب نبتون في بيته الثالث، وده بيت العلاقات والعمل اليومي، فهيبتدي يدخل في مرحله تدين وتعامل بشكل انساني وعاطفي اكتر، هيظهر مشاعره اكتر، وده هيبقى زياده لان لسه نبتون في نفس المكان، وده اللي هيعمله الاستقرار النفسي. يعني هو كله ما يحتاج، كل اللي بيحتاجه رغم ان هو بيظهر قوه يعني بالغامق. الوان اللي تدعم الحب والحياه الاجتماعيه الفضه، الالوان تدعم المكاسب الماليه الازرق لون البحر، الحجر الزفاير الاسود، المعدن الرصاص، لو تلاحظ كله احنا في جريهات واسودات. الروائح المدعمه لموده ونفسيته، هتستغرب جدا رائحه الصنوبر ورائحه الزرع المبلول ورائحه الرمان، بحبهم قوي. وفي حاجه اسمها زهره البسله. ما اعرفش برضه، انا ما شميتهاش، بس عارفه الروائح الاخرى دي من غير ما يخلي باله بيحس ان هو يا انا مبسوط، بتبسطه قوي نفسيا. صفات بيحتاجها للتوازن طبعا، لازم يتعلم شويه تلقائيه لانه طول النهار بيحسب اداؤه، ويدي شويه وورمز
دفء. الروح المرحة، هو على فكرة عنده روح مرحة لكنه ما بيظهرهاش غير لما ياخد مسافة كبيرة جدا ليأمن لمن حوله. هو حذر جدا، فمش من السهل ياخد على الناس تاخد عليه بسرعة، واحيانا بيتهم ان هو رخم وبارد ومش عارف، مش كده، بس ادوله فرصة شوية. هما نمبر 1 يعني، هما رمز الطموح، رمز النجاح، رمز الثراء. هما دول، او لانه دول هو بالنسبة له بيمثلوا الامان، لانه دايما بيبحث على الامان وبيبحث على الباور، القوة. وهو مش من نوع، مش زي الاسد نفس القصه، بس الاسد عايز يبقى الملك يعني، يقعد بقى ويرحرح بقى ويؤمر التاني ده لازم يبقى رئيس وزراء، اللي هو تنفيذي جدا واداري رائع. في بيته حتى في اولاده هو برضو سيستماتيك كده، كل حاجه منظمه وكل حاجه ظريفه. فالبنت اللي بتحب حد او اللي عايز تتجوز حد برج الجدي لازم تبقى فاهمه ان هو مش هيأمن بسرعه، ومش هيشاركها افكاره بسرعه، تديله فرصه. وبرده مش هيعمل حركات اللي هي الرومانسيه العبيطه، لكن هو هيفعل كل ما يثبت حبه. فده عشان خاطر تبقى عارفه. وكذلك البنت برج الجدي هي مشكلتها انها فعلا بتحبس مشاعرها، بتخاف حد يجرحها، بتخاف، عندها شموخها ده نمرة 1 قوي. بيتصوروا ان الحب والعواطف بيضعف الانسان او يخلي حد، يخليهم يعني يفقدوا جزء فيهم، فقدوا شيء من سحرهم يعني. لكن الحقيقة لا. طبعا احنا عارفين ان هو عنده في برجه في بيته الاول كوكب بلوتو، وبلوتو ده قلنا كوكب الموت والحياة وإعادة الحياة والسكس، يمثل فلسفيا زوايا الحياة كلها، لا تتمثل في العيشة والموت والجنس، عشان إعادة الناس تتكاثر، وإعادة الإحساس. سوري أنا عندي باردة وأنا كمان. فده كل اللي بيحتاجه، بس إن هو يبقى فيه دفعة نفسية تخليه يظهر مشاعره بأمان. وكل ما بيقوى وبينجح بيحصل له الإحساس ده. الطلبة بتوع أصحاب برج الجدي عندهم الكواكب في شكلها حلو قوي، في إن هم يخليهم يتفوقوا كويس قوي ويذاكروا كويس قوي. ما عندهمش في الصحة الحمد لله. شكل الكواكب كان في مجال إن أصحاب برج الجدي حد فيهم يعمل عملية ومستمرة، وممكن تكون اتعملت، ما فيش عملية عادية يعني، ممكن تبقى عملية تجميل الله أعلم يعني، ما فيهاش بالنسبة للستات يعني. فطبعا الصفات اللي لازم يتخلى عنها التشاؤم والاكتئاب. هو دايما من كتر ما هو لا يقبل فكرة الفشل بيحط احتمالات كتيرة جدا، أسوأها حتى انه يظهر افرض انت متشائم قوي يا اخي، لكن هو لازم يحسب كل حاجه، ما بيعملش حاجه سبونتينيوسلي كده من غير تلقائيا خالص. بالعكس ده احنا ساعات حتى بننصحهم يا جماعه خليكم ادوا روحكم شويه تلقائيه عشان تبقوا اسعد، او يعني تفيل ادفنشر يعني، تبقى اظرف، مش كل حاجه بالورقه والقلم. طبعا احيانا بيبقى بخيل، اوكي، بيتهم بالبخل، بس هو كل مشكلته انه لازم يوصل في سن معين يأمن انه لازم يبقى اسمه غني، يبقى عنده مرتاح ماليا، مش محتاج حد. عندئذ نقدر نحكم. قبل كده هو في حالة تجميع ماله عشان يوصل لمرحلة الأمان. طبعا أكتر الأبراج توافقا الترابي اللي زيه الثور والعذراء، الأبراج اللي لا تتوافق في إن هو يرتبطوا مع بعض يعني الحمل والسرطان، ولكن الحمل بيدعمه عاطفيا، يعني يديله دعم نفسي عاطفي حلو. والسرطان ينفع ان هو يتجوز كويس قوي لو التاني، لو السرطان الاسندس البرج الصاعد بتاعه ترابي، لان ده هيقلل انفعالاته فمش هيوتر الجدي، لكن هيسمع الكلام لانه في شيء من الديكتاتوريه اصحاب الجدي. طبعا اقوى الابراج داعمه ماليا الدلو، داعمه عاطفيا الحمل، داعمه مهنيا الميزان. المشاريع افضل الابراج الداعمه للمشاريع الابداعيه الثور، وللمرح والتسليه برضو الثور، واضح ان الثور صديقه في كل شيء. الابراج الداعمه للامور الروحانيه العذراء والقوس، وافضل الايام السبت. طبعا
طبعا يا شريف عايزه اقول حاجه مهمه قوي، علشان الناس دلوقتي بقت ابتدت تفهم الحمد لله حاجات كتيره في علم الابراج كعلم، يعني ما هوش تنجيم، وما هوناش بنقول بيقولوا ايه البخت والكلام ده. انا عايزه اقول للناس كلها ان احنا كلنا ربنا خلقنا من تراب، فالتراب فيه كل انواع المعادن، في الالماس والفضه والحديد والصفيح والالومنيوم